والسلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. وشوفوا لي هالجمال وهالأناقة وهالترتيب الحلو. اليوم وصفتنا برجر، بس قبل ما أجي بيها اشتركوا وخلوا لايك ومتابعة وتعليق حلو منكم. تعالوا نسويها أنا وياكم برجر مع دجاج كلش سهل وبسيط وصحي وما بيه لا زيوت ولا هالسوالف. بالهنا ويا مرحبا يا حبايب قلبي، شلونكم وش اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم وصفتنا برجر دجاج. طبعا هنا ما اخذت بس صدر دجاج، دجاجة كاملة قطعتها ونظفتها بهذا الشكل وخليت وياها الشحم وليه. وهنا أنا عندي كرفس ومعدنوس، يعني كمية قليلة مو هواية. زين، وهنا أنا بصل حبة وحدة وسط قطعتها بهذا الشكل. وهنا أنا عندي ثوم 5 فصوص. وهنا أنا عندي بهارات مشكل، ثوم بودرة، فلفل أسود، بابريكا وملح، ملعقة كوب وملعقة طعام، يعني هيك الشي الكمية اللي انتو تريدوها. وهنا أنا عندي البقسم أو فتاة الخبز. وهنا أنا محضرة ومجهزة هاي الآلة اللي أجهز بيها البرجر. وهنا أنا الأوراق مقطعتها بهذا الشكل ومحضرتها. وأول خطوة راح نخطيها، راح اخذ محضرة الطعام وانزل بيها الدجاج. هنا بعد ما نزلت الدجاجة كاملة، هنا حبايبي بعد ما هرسته بهذا الشكل محضرة الطعام، هسه راح اخلي البصل والكرفس والثوم. هنا حبايب قلبي بعد ما هرست الدجاج بالشكل هذا، وهذني همينه الكرفس والثوم والبصل. هسه راح ابدي اضيف هاي الكرفس والمعدنوس والثوم والثرمتين اضيفن على هذا. وهنا حبايب قلبي راح ابدي اضيف التوابل، هاي التوابل اللي قلت لكم عليها. وهنا راح اضيف البقسم او الفتاة مالت الخبز، وراح ابدي امزج المكونات. وهنا نشوف شلون صارت عندي العجينة من توصل لهذا القوام، يعني زين تمام. هسه نبدي نشكلها. هنا القالب كنت خلي بيه التوابل، خلي بيه شوية زيت ادهن ايدي حتى ما تكتسب، واخذ كورها بهالشكل هذا، وبعدين اخليها هنا. ارجع اغلفها بهالشكل واضغط عليها بهاي. شوفوا هنا احضر هاي الورقة، خليه بالشكل هذا. شوف طلع لي عندي العفو، اكمل باقي الكمية واراويكم اياها. شوفوا حبايب قلبي الكمية اللي صارت عندي وهذا شكلها. انتظروا نسوي السندويشات مالت الهمبرجر انا وياكم. شوفوا لي جمالهن، وطبعا كمية كلش وفيرة، يعني توفر افضل من برا، يعني من الماركتات او من المحلات، وسهلة وسريعة بالبيت تقدرون تسووها. مثل ما قاعد تلاحظون حطيتهم بالطاوة بدون زيت ولا اي شي. شوفوا لي جمالهم. وهنا حبايب قلبي حضرت هاي الطماطم والخيار المخلل. وهنا أنا عندي خس
وهنا أنا حضرت الصوص، وهنا أنا مجهز الصمون، وهنا أنا كاتشب ومايونيز. أول شي راح أسويه راح أفتح الصمونة وأخلي بيها من هذا الصوص اللي سويته، وهنا خليته على الصوص من الجهتين لأن كلش طيب وياها. وهسه راح أخليه خس، وهنا صار برجرنا جاهز وتجنن. طبعا صارت طبقة من الصوص، طبقة من الخس والبرجر والطماطة والمخلل، وهذا شكلها النهائي. ويا سلام يا سلام طيب وبالبيت. قولولي شنو رأيكم؟ إن شاء الله قدمت يعني في شي تستفادون منه، وإن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. ولا تنسونا باللايك والمتابعة والمشاركة. ومع السلامة. كانت هاي وصفتنا.